هي ليست سوقا للخضروات، وهذا الرجل لا يحضر باقة من الزهور. هنا الصومال، البندقية في يد والقات في اليد الأخرى، معادلة سنوات النزاع الطويل في هذا البلد. في كل شارع وزقاق دكان لبيع القاط، هذا النبات القديم الذي تأرجحت الآراء فيه. هل هو من فئة المخدرات أم أنه من المنبهات ومنشطات الدماغ؟ الطب يقول في الغالب إنه مضر. ملايين الصوماليين يعيشون في فقر مدقع، القليل من المساعدات الإنسانية. في وضح النهار شر يسيطر على الحياة الصومالية. هذه ليست طائرة لنقل المسافرين، كل ليلة تنقل ما يزيد عن 100 كيلوغرام من القاط. حراسة كاملة لحماية هذه التجارة التي تقدر بمليارات الدولارات. العلاقة هنا بين الجيش والشرطة وكبار العشائر أصحاب تلك التجارة تظهر في تلك المشاهد. بحسب المنظمات الدولية يستهلك القاط نصف سكان الصومال بما فيهم الأطفال. كلهم يمضغون القاط كما تقول الأمم المتحدة. وإن كانت بريطانيا العظمى تضبط الساعة 4 عصرا كل يوم على ما يعرف بالتي تايم أو وقت الشاي، فإن دولا مثل الصومال واليمن لديها في نفس التوقيت القاط تايم أو وقت القاط. يجلس هؤلاء الشباب في جو ضبابي، خدود ممتلئة. فهمنا أن القاط سيء المذاق، ما هي إلا ساعات حتى يسرح من يمضغ القاط في عالم آخر. تستمر الطقوس حتى منتصف الليل، يستمتعون كما وصفوا لنا بوقتهم. بعد يوم طويل نريد شيئا من صفاء الذهن ثم نرحل. فما هي مشكلتكم مع القاط؟ هكذا سألوا كل من ينتقدهم. هنا نيروبي العاصمة الكينية. عام 2008 كانت المملكة المتحدة تستورد من كينيا ما يقرب من 28 مليون كيلوغرام، وكان بها أكبر مستودع لتجارة القاط في أوروبا. خرجت وزيرة الداخلية تدعو بحظر تجارة واستيراد القاط. من زاوية أخرى يرى هذا الشاب الكيني أنه إذا توقفت تجارة القاط سوف يدفعهم الأمر إلى قبول عرض حركة الشباب الإرهابية بالانضمام إليها، وسوف يعطون لهم الكثير من المال. القاط متوارث ويتمتع بشعبية لدى بعض البلدان التي تبيح الزراعة والتجارة والمضغ. هذا المضغ والتخزين يكلف $7 للحزمة الواحدة، وفي وقت الأزمات يتضاعف السعر. وأين؟ في دول لطالما عانت من الفقر والمجاعة. القاط الذي أزاح البن وقضى على مزارعه وما يحققه من أرباح لم يجد طريقه إلى دول كثيرة، كما باقي النبتات التي تشبهه بالشكل والتأثير. ولعل أحدا لن يجرؤ في الصومال واليمن وكينيا وغيرها من تجريم متعاطي القاط، فإن بديل هذه الأفواه والخدود المنفوخة سيكون غضبا عارما ما سيطيح بكل من يقترب مما يسمونه قهوة الفقراء.